السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب استأذن اروح عشان في حاجة غريبة دخلت. من فضلك وضح لي الصورة. طيب الحلقة دي عن الهلس، يعني أنا مبسوط بالموضوع ده جدا الصراحة. أنا سعيد أوي بحياتي دي أقسم بالله. يلا بينا. وعامة الهلس بحسه من الحاجات اللي مش متقدرة قوي، لو احنا بنحبه زي عينينا بس ما بنتعاملش معاه جد، مش ان هو نفسه جد، لا هو قشطة هلس عادي وجميل وبتاع، بس قصدي ان هو ساعات كتير ما بنتعاملش مع اللي بيقدمه بجدية، ان هو شخص بيتعب وبيذاكر كويس قوي عشان يقدم لك حاجة تقريبا من الولا حاجة كده ويخليك مبسوط، اللي هي يعني احلى حاجة في الدنيا اصلا، يعني مفيش احلى من الواحد يبقى مبسوط. ما بتضحكش ليه يالا؟ في شكل بقى ستاند اب كوميدي، في شكل فيلم، في شكل مسرحيه، كونتنت، يعني مش فارقه، المهم ان انت بيضحكك وانت بتبقى مبسوط، تطلع من الحاجه كده تمام. واكبر دليل بالنسبه لي ان هو صنعه تقيله وصعبه كمان، انه قليل قوي اللي بيقدر يقدم ده لفتره طويله من غير بقى ما يقعد يحلف في افيهات، يقعد يكرر في نفسه، يعني الموضوع ده ساعتها بيبقى صعب قوي قوي. مع صاروخ النكته، مع صاروخ الفكاهه اللي من كتر الفكاهه اللي عنده كان ممكن يشتغل فكاهاني. تسلم جدك. المهم بقى، مين اكتر شخص بالنسبه لي اللي اخترع طريقته اللي محدش قدم في حلاوتها تقريبا ولا قبله ولا بعده؟ سمير غانم. سمير مش بس قدم كوميديا وهلس لزمن وجيله، هو تقريبا قدم للبشريه كلها افيهات مركبه كده وعابره للقارات والمجرات، وممكن تضحك عليها في اي وقت وفي اي زمن ومع اي حد. يعني سر صنعه سمير بالنسبه لي ان هو ما كانش متوقع او محدود بحاجه معينه او ليميتس معينه، زي السحر في السيرك كده، اللي هو معاه طاقيه ما تعرفش هيطلع منها ايه، بس الاكيد انه مش هيطلع منها حاجه طبيعيه، يعني مثلا مش هيطلع منها منديل، بس هتلاقيه بيطلع منها ارنب، شيشه من قلب الناي، ميوم كده يتمشى بيه في الشقه، ربنا يوفقك يا عيسوي. يضرب نار من الحاجات. وخلاص بقى، يعني انت استسلمت على ان في افيه مش متوقع هيحصل، هيفاجئك بقى ويطلع منديل من الطاقيه عادي. انا بقى في عشم تيجي كده تقول لي مسعود انا عاوز فلوس. طب مسعود انا عاوز فلوس. وانا عاوز برضو ايه يعني. من الحاله النفسيه. قال له ازاي؟ يعني انت عاوز اوكي، انا عاوز اوكي، يا ريت تشوف حد يدينا وننهي المشكله. من فضلك وضح لي الصورة. على سيرة العبث بقى، يعني وانا بحضر الحلقة اول حاجة في دماغي ان فيها شبه كبير من اسلوب سمير غانم هي الكرتون، وبالذات حاجة زي توم وجيري كده، يعني هما الاتنين تقريبا فيهم نفس الصفات اللي خلتهم عايشين وخلت اجيال كتير وناس كتير تتفرج عليهم وتحبهم وتضحك. هما الاتنين كانوا عارفين ايه الغرض من اللي هما بيعملوه وبيحترموه قوي، ان هما يبسطوا الناس يعني، وركزوا في ده، ما عادش بقى يسحب من طاقته على قصة وبلوت تويست، اللي هو يعني ده حلو وموجود في حاجات تانية، بس في الاخر انت جاي النهاردة تتفرج عليا عشان اضحكك، فانا مسؤوليتي ان انا اضحكك. Quando visto che bastave che col muti صخر حطه السيل. عارفه لم البنطلون الجاكيته ضرب. Kata mas tu bisaria kata mas tu bisaria alla baluza alla baluza alla baluza alla baluza alla baluza alla baluza. من فضلك وضح لي الصورة. سمير غانم بالنسبه لي برضو من ضمن ناس قليله اللي قدروا ان هم يعملوا لنفسهم براند في صناعه السينما، يعني المخرجين بيجيبوه عشان هو سمير غانم وعايزينه يمثل في الفيلم ان هو سمير غانم، واللي هو احنا هنتفرج برضو عشان نشوف سمير غانم طلع في برنامج ضيف عادي، يعني هو سمير غانم الشخص العبثي الجميل ده اللي هو غالبا مقطوع من شجره. مش كان واجب برضه تيجي ومعاك ولي امرك؟
تعيش انت يا حاج. بيتكلم لغات. Vittorio De Sica Sica, signore. Oh, وألبرتو. sì. Oh, Alberto Mazziensi. حبيب قلبي ده Ho capito, Alberto. بس ولد رحالة بيلف العالم. على الشانزليزيه زناتك ولا برج بيزا؟ برج مين؟ بيزا. برج بيزا ده في ايطاليا ومعقول ما عدا له تو باريس يا زناتك. صوته حلو وسميع لعبد الوهاب. خد نفس. رائد خيال الله المنام يا سلام الله. عندك عبد الوهاب في الطحال يا حسنات. شخصية ذكية وموهبة جبارة، روح قدرت تقدر الهلس وتديله احترامه، صاحب براءة اختراع لضحك من نوع مختلف ويخش القلب على طول، وده كله في الاخر عشان يضحكنا. وبقوا قليلين قوي اللي يقدروا قيمة الضحك ويتعاملوا معاه ان هو حاجة مهمة، اللي هو مش لازم يبقى جنبه حاجة يعني مش لازم فكرة الكومب عشان تحس ان انت كسبت، كفاية في مرة ان انت تنبسط، ودي يعني حاجة مش قليلة وحاجة مش سهلة كمان. بس خلاص. أنستونا رابع مرة عشان البيت لو ما فهمش الحق عليه يفهم حلقاته. أمال